النهارده الفيديو التاني من البلاي ليست بتاعه الديجيتال ماركتنج مايند سيت اللي احنا بنعملها علشان يقدر يبقى عندنا المايند سيت اللي المفروض تبقى عند اي ديجيتال ماركتنج سبيشالست عايز يشتغل في المجال ده في 2026 فيما بعد. النهارده الفيديو التاني اللي هيبقى فيه رود ماب عن الفيزز اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو، فاحنا هنبتدي ان احنا نخش كده جوه الرود ماب ونشوف احنا هنتكلم عن ايه. مبدئيا طبعا زي ما انت شايف احنا هنتكلم ان انت شخص عندك زيرو نوليدج في الديجيتال ماركت. السؤال اللي بيوقف ناس كتير قبل ما يبداوا هو ايه بقى؟ ابدا منين؟ طيب ايه ال7 فيزز اللي احنا المفروض او ال7 محطات اللي احنا المفروض هندرسهم في البلاي ليست دي، وبناء عليهم باذن الله هنوصل ان احنا نقدر نعمل بورتفوليو ونقدر يبقى عندنا كلاينت. طيب وبعد الفيديو ده باذن الله السؤال ده مش هيجي لك تاني. اول حاجه او فيز 1 عندنا هي الفاونديشن. اول حاجه هنتعلمها باذن الله هتكون التفكير التسويقي، ازاي تفكر كماركتير، او خليني اقول لك ان الماركتير لو ما عندوش فكر عمره ما هينجح في المجال ده. من اهم الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة عندنا كلنا كماركتيرز ان احنا بنعرف نفكر، مش حافظين شوية حاجات بنمشي عليها. يعني زي 1+1=2 في الماركتينج، مش شرط 1+1=2. انت ممكن تخترع طريقة تانية توصلك لرقم 2 ده، وهنا اللي بيفرق 1 عن 1 وشطارة 1 عن 1. فدي فيز مهمة جدا 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 لازم احنا نكون فاهمين. طيب فيز 2 احنا هنتكلم فيها عن الماركت نفسه او السوق نفسه، مين اللي احنا المفروض نتكلم معاه، بيدور على ايه. طيب فيز 2 احنا بنتكلم فيها عن الماركت نفسه. الماركت نفسه يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما هشتغل مع اي كلاينت سواء بيبيع سيرفيس او برودكت، ايه الماركت بتاعه؟ مين الاودينس بتوعه؟ الناس دي بتدور على ايه؟ ايه الاسئله اللي هي بتدور على اجاباتها؟ ايه المشاكل اللي هم بيدوروا على حلولها للمنتج او السيرفيس بتاعتي المفروض بيحلوها؟ اوصل للناس دي ازاي اجراب الاتنشن بتاع الناس دي. طيب هنيجي بعد كده فيز 3 هندرس فيها الكونتنت والاتنشن. الكونتنت والاتنشن معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي ازاي بالاورجانيك كونتنت من غير ما اصرف جنيه على الاعلانات اقدر دلوقتي اجراب الاتنشن بتاع الناس بتوعي او بتاع التارجت اودينس بتوعي. خليني اقول لك وعشان كده انا عملت كورس ليه علاقه بالمايند سيت نفسها مش بالتولز، لان زي ما قلت في اول فيديو ان التولز دايما بتتغير. وده معناه ايه؟ او انا ليه بقول ده دلوقتي؟ خليني اقول لك ان انا بقول ده لان مثلا لو انت كنت جيت قلت لي من 10 سنين او من 7 سنين او من 8 سنين ان احنا نقدر نجراب الاتنشن بتاع التارجت اودينس بتوعنا بالاورجانيك كونتنت، او بمعناه بالبلدي يعني من غير ما نصرف فلوس علشان الكونتنت ده يروح لناس، كنت هقول لك ان الموضوع ده صعب. لان السوشيال ميديا ما قبل مثلا 2020 كانت قايمه على فكره اسمها النتوركينج. والنتوركينج معناها بالبلدي كده ان احنا كلنا عاملين نتورك مع بعض. يعني انا عامل لك فولو وانت عامل لي فولو، بالتالي انا لما هنزل بوست او ايا كان اللي هنزله هيظهر لك، وانت بما انك عامل لي فولو او احنا فريندز عند بعض او هكذا بيظهر لي. طيب بعد 2021 كل البلاتفورمز بلا استثناء، انا هنا مش بتكلم عن بلاتفورم معينه، اتجهوا اتجاه تاني وهو حاجه اسمها الانترست بيزد ميديا. يعني ايه الانترست بيزد؟ يعني دلوقتي الكونتنت بيظهر لك على حسب اهتماماتك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي ممكن يظهر لي اي كونتنت كريتور او اي براند او اي حد بيبيع اي حاجه او بيقدم اي خدمه او بيعمل اي محتوى، حتى لو انا مش متابعه او حتى لو انا مش بتفرج عليه او حتى لو انا اول مره اشوفه. وانس ان الالجوريزم بيقرا ان انا دلوقتي مهتم بحاجه معينه بيجري يجيب لي كل الحاجات اللي شبهها في الحته بتاعتي. وده يوصلنا لايه، او ده اسقاطه ايه بقى باللينا احنا كماركترز او ككونتنت كريتورز او كايا كان التخصص اللي هنشتغل فيه؟ ان انا دلوقتي اقدر اوصل للتارجت اودينس بتوعي لو عملت توليفه كونتنت صح، لو عرفت تاخد الاتنشن بتاعه. وخليني اقول لك ان دي معادله تبان من بعيد ان هي ممكن تكون صعبه، بس هي سهله جدا لو اتعملت صح. فكره ان انت تاخد اتنشن بتاع بني ادم هي حاجه مش سهله خالص، واعتقد 90% او اكتر من 90% من الناس مش بتعرف تعملها. بس هي لما بتتعمل صح او لما بتتعمل بطريقه اوبتمايزد وطريقه منظمه بتقدر توصل بيها لان انت فعلا تعمل هاي اند كونتنت يوصل للتارجت اودينس بتوعك. فده كده فيز 3، وفيز 3 ده هيكون قوي جدا ومهم جدا باذن الله. هنخش بعد كده على فيز 4، وده برضو من اقوى الفيزز اللي احنا هندرسها اللي هي البيد ادز ومدى اهميه البيد ادز للناس. ولكن خليني اقول نقطه قبل ما اتكلم عن البيد ادز. في ناس كتير بتبقى فاكره ان الماركتير هو ميديا باير وان الميديا باير هو الماركتير، وخليني اقول لك ان الميديا باينج هي وظيفه جوه الديجيتال ماركتنج. الميديا باير مش شرط يكون بيكتب كونتنت،
مش شرط يكون بيعرف يعمل كونتنت جامد، مش شرط يكون بيعرف يبقى مودريتور، مش شرط يبقى بيعرف يعمل فيديو اديتنج ولا ديزاين ولا كل الكلام ده. الميديا باير هو بيبقى مسؤول عن الاوبتمايزنج بتاع الكامبينز، او بالبلدي كده يعني عشان ابسط لك الموضوع، هو مسؤول عن ان هو يشتري لنا الاماكن الاعلانيه اللي احنا هنعرض فيها منتجاتنا. الاماكن الاعلانيه دي ممكن تبقى على ميتا، ممكن تبقى على جوجل، ممكن تبقى على تيك توك، ايا كان المكان ده هو اللي بيشتريه لنا بالفلوس، فبيخلينا احنا نخش نعرض عليه الاعلان بتاعنا. بالبلدي عشان اديك مثال، مثلا البيل بورد اللي انت بتشوفها مثلا على كوبري اكتوبر وانت ماشي دي، انت بتروح للمكان اللي هو مسؤول عن البيل بورد دي، او عن المكان اللي بيتعرض عليه البيل بورد ده، بتروح تدفع له فلوس وهو بيعرض لك الديزاين او الاعلان بتاعك. هي بقى دي نفس الفكره، ان انت بتروح للفيسبوك او لتيك توك او ليوتيوب او ايا كان، بتقول له خد الفلوس دي واعرض لي اعلاني، هو بقى بيعرضه لك بطرق معينه. دي اللي احنا هنتكلم عنها في فيز 4. يبقى فيز 4 ده هنتكلم فيه عن الميتا ادز وعن بيت ادز بشكل عام، سوري. طيب هنيجي عند فيز 5 هنتكلم عن الفانلز والكونفرجن. يعني ايه فانل ويعني ايه كونفرجن ويعني ايه ان احنا نحول الترافيك لكلاينت ونعمل حاجه اسمها ريتارجتنج وي والكلام اللي احنا بنسمعه كل يوم ده. طيب الفانل دي ان احنا دلوقتي بيبقى من فوق كبير جدا بس هو كون بالمقلوب. يعني الفانل دي يعني كون بالمقلوب، هو من فوق بيبقى كبير جدا وبيبتدي يصغر 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 يصغر. فده بقى هو فانل الاودينس، ان انت دلوقتي لما بتيجي مثلا تعمل اعلان بيروح ل20,000 واحد، بيتصفى منهم مثلا اللي بيعملوا لايكس وكومنتس ويبعتوا لك مسج او يخشوا على الويب سايت 10,000، اللي بيخش على الويب سايت ويقرر ان هو يشتري او يسألك عن الاسعار 5,000، اللي بيعمل اد تو كارت او اللي هو اضافه للسله انا خلاص هشتري 2000، اللي بيخش من الاد تو كارت دي بقى يعمل تشيك اوت ويحط الفيزا ويربط ويطلب الاوردر ويحط عنوانه وبياناته، ممكن يبقى 500 واحد. فده كده فانل. طب الفانل ده احنا ليه هندرسه؟ هندرسه عشان نفهم في كل مرحله من الفانل كل واحد بيقع عليه، في نفس الوقت ازاي احافظ على نسبه الناس اللي بتقع تبقى اقل، وفي نفس الوقت اعرف اسباب ان الناس بتقع ايه وازاي ان انا اقدر احافظ عليها. وهو ده اللي بيوصلنا للاخر لحاجه اسمها كونفرجن. والكونفرجن معناه التحويل. تحويل يعني ايه تحويل؟ يعني انا دلوقتي بحولك من واحد شاف اعلاني او واحد سمع عني لواحد يشتري. دي فيز 5. طيب فيز 6 هي بتتكلم عن الاناليتكس، والاناليتكس اللي هي التحليلات. يعني ايه التحليلات؟ مبدئيا كده لما انت بتيجي تشتغل في الداتا اناليسيس جوه الديجيتال ماركتنج، كل رقم بيطلع لك بيبقى ليه انديكيتور. يعني انت دلوقتي لما انا اجي اقول لك مثلا يا ياسر انت دلوقتي اشتغلت معايا، والارقام اللي طالعه مثلا ان انت الريتش مثلا على الصفحه وصل مليون اول شهر. طيب الامبريشنز وصلت مثلا 500,000، وصلت 2 مليون ايا كان الرقم. البيرشز اللي انا بطلعها من الويب سايت اللي هي الاوردرز مثلا بطلع 10,000 اوردر. الاد تو كارت بتاعتي بتوصل مثلا 50,000. طب ليه بيطلع 10,000 بس من ال 50,000؟ هنا احنا بنتعلم حاجه اسمها اناليتكس او تحليلات. احنا بنحلل كل رقم بيطلع ليه وبناء على ايه، وبعد ما بنحلل الرقم ده بنفهم ازاي ناخد بناء عليه قرار. فهنا انت عشان تبقى شاطر في حته الاناليتكس دي لازم تكون اولا بتعرف تقرا الداتا. يعني ايه بتعرف تقرا الداتا؟ يعني انا دلوقتي لما اوريك الداتا مثلا بتاعت ميتا ادز او اوريك الداتا بتاعت البيجات بتاعتنا او اوريك الداتا بتاعت الويب سايت، لازم انت تكون فاهم كل رقم جوه الداتا دي بيطلع ليه، علشان بناء على فهمك ده انت هتطلع قرارات للبيزنس. فدي حاجه طبعا عميقه جدا ومحتاجه تركيز وشطاره ومدى ذكاء قوي جدا. فطبعا دي حاجه احنا برضو باذن الله نتعلمها. طيب فيز 7 وهي اخر فيز في البلاي ليست دي او في الكراش كورس ده، هي المونيتايزيشن. يعني احنا ازاي هناتشيف الفيرست كلاينت بتاعنا، ازاي نعمل بورتفوليو، ازاي نمشي في المسار المهني بتاعنا صح بالطريقه السليمه اللي تخلينا فعلا نقدر نشتغل صح. فدي كده بشكل مبدئي ال7 فيزز اللي احنا هنشتغل عنها في الكورس، وهنبتدي بفيز بالترتيب، وكل واحده هتاخد حقها جدا في الشرح وفي المايند سيت بتاعتها. طيب انا هنا مش جاي اقول لك ان انت هتتعلم في اسبوع وتاني اسبوع وبعد اسبوعين هتبقى معاك فلوس من الديجيتال ماركتنج. انا لو قلت لك كده يبقى انا بكذب عليك، وانا تجربتي الشخصيه ما حصلش كده خالص. انا ممكن كنت بدات بعد سنه واتنين احط رجلي في المجال، فطبعا ده رقم كبير، ولكن خليني اقول لك ان هو مش رقم ثابت، ولكن افريج كده عشان اقول لك بشكل مبدئي انت هتبقى محتاج من 6 ل 9 شهور بتعمل الحاجات دي وبتذاكرها وبتتقنها علشان تقدر فعلا تشوف النتائج بتاعتها هتكون عامله ازاي. وطبعا برضو خليني اقول لك ان في الاول وفي الاخر يعني الرزق ده بيبقى بتاع ربنا، ممكن انت في يوم وليله ربنا يكرمك وممكن واحد تاني يوصل بعد سنه، فده طبعا مش مؤشر، ولكن بقول لك افريج بالكيسز اللي احنا شفناها على مدار
شغلنا في الديجيتال ماركتنج. طيب خليني اقول لك برضو ان في ناس انا اعرفها شخصيا هم عرفوا يعملوا ده في اول 3 شهور ليهم، بس هم اجتهدوا جدا وداسوا على نفسهم جدا. لكن خليني اقول لك ان الناس اللي كانت بتعمل ده او بتوصل لده بسرعه، انا لقيت عندهم حاجه معينه كده اسمها الاكسكيوشن فوليوم. يعني ايه بقى الاكسكيوشن فوليوم؟ الاكسكيوشن فوليوم دي يعني هو كان بيدي لنفسه وقت كبير جدا عشان يقعد ينفذ ينفذ ينفذ. ما كانش بيقعد يسمع بس، كان بياخد كل حاجه يروح ينفذها ويروح يجربها، يجربها على نفسه، يجربها على كلاينت هو عارفه، على حد من قرايبه عنده بيزنس وهكذا. فده اللي بيخلي العمليه تبقى اسرع معاك، وده معناه ان اللي بيتعلم ويطبق في نفس الوقت هو اللي بيوصل اسرع. حلو. طيب ده كده بشكل مبدئي الرود ماب اللي احنا هنمشي عليه في الكورس. وخلينا راجع لك برضو سريعا كده كل بوزيشن هو المفروض يكون بيعمل ايه او هكذا. زي ما احنا قلنا، احنا في الاول لازم نفهم ازاي بنبقى بنفهم الماركتنج نفسه، وازاي نفهم الماركت بقى نفسه اللي هو السوق اللي احنا هنشتغل عليه او ايا كان. الكونتنت او الكونتنت كرييتور ده بيكون الشخص اللي مسؤول عن اخراج الكونتنت. اخراج دي كلمه مهمه وانا عايز الناس كلها تفتكرها، علشان محدش يجي يفتكر ان الكونتنت كرييتور هو شخص بيكتب. الكونتنت كرييتور مش شخص بيكتب، هو شخص بيخرج كونتنت، بيعرف يطلع ايدياز، بيعرف يخرج الكونتنت بشكل عامل ازاي، الكادرات بتاعه التصوير تبقى عامله ازاي، المونتاج يبقى عامل ازاي، الكونتنت نفسه يبقى متقسم ازاي، الاستراكشر بتاعه يكون عامل ازاي. كل ده حاجات هنتعمق فيها قدام عشان برضو ما اطولش. الميديا باير هو الشخص اللي بيبقى مسؤول عن البيد ادز، بيبقى مسؤول عن الاعلانات وعن الداتا اناليسز وان هو يعرف يتراك. برضه هو بيبقى مسؤول عن حته الفانلز والكونفرجن، دي بيبقى الميديا باير اللي هو بيوصل بعد كده انه يبقى بيرفورمانس ماركتير وجروث ماركتير وهكذا. وده برضه هنفهمه في الفيز دي عشان ما توهكش. وطبعا عندنا الناس بقى الاستراتيجيست والفريلانسر. ازاي تبقى فريلانسر بقى؟ عشان تبقى فريلانسر هتختار تخصص معين وتتقنه وتحترفه، ولازم تشوف بعد كده بقى انت لما تيجي تبقى فريلانسر مثلا كميديا باير ازاي هتخلي الاكونت اللي معاك يتخدم عليه صح، من كونتنت، من فيديوز، من فيجوالز، من ديزايننج، لان طبعا الحاجات دي مش تبقى انت اللي بتعملها وهكذا. لما انت تبقى كونتنت كرييتور هيبقى محتاج ناس مثلا بتصور، هتبقى محتاج كذا فرد معاك. فخليني اقول لك ان عشان تبقى فريلانسر في الديجيتال ماركتنج مش هقول لك ان هو سهل، بس هقول لك ان هو محتاج احترافيه، علشان انت هتبقى لوحدك وهتبقى بتتحاسب، فلازم تكون مركز في ده جدا. طيب المهم دلوقتي ان احنا باذن الله الفيديو اللي جاي هينزل بكره او بعد بكره هنتكلم فيه عن اول حاجه. اول حاجه دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الفاونديشن والماركت. هنتكلم عن الفكر التسويقي نفسه، ازاي تبقى ديجيتال ماركتير عندك مايند سيت وبتعرف تفكر ازاي تقدر تفهم انت دورك ايه، علشان لما تيجي تشتغل تبقى عارف انت بتعمل ايه وبتعمله ازاي، وبناء عليه تقدر تشتغل وتجيب اول كلاينت. فبكره باذن الله هنكمل واتمنى ان الفيديو ده يكون فادك. ولو عجبك الفيديوهات او السلسله دي يا ريت تحمسني ان انا اكملها بان انت تفيدني او تقول لي كومنت بوجهه نظرك، او كومنت باللي انت عايز تسمعه او الاسئله اللي انت عايز تقولها، علشان ده اقدر انا اساعدك فيه واقدمه لك الفيديوز اللي جايه.